ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في الدرس الخامس من دروس تعليم سكراتش. السلسله طويله ومكمله معانا ان شاء الله، بس طبعا اكيد محتاج دعمكم واكيد محتاج ان انتوا تشيروا الفيديو وتتكلموا عنه وتحطوا لي كومنتات ولايكات والكلام ده كله، عشان الفيديوهات دي لما بتنتشر بتشجعني اكتر ان انا اكمل السلسله بشكل افضل. في الدرس ده هنتكلم عن الباك دروبس او الخلفيات، الباك جراوندز. لو جينا شفنا هنا كده في الشكل اللي قدامنا، التصميم اللي كنا عاملينه طبعا من الدرس اللي فات، قلنا احنا عندنا هنا في اوبجكتس اللي هم الثلاثه دول او الاربعه دول عباره عن سبرايتس. يعني ده سبرايت، ده سبرايت، ده سبرايت، ده سبرايت. وعرفنا ازاي نرسم السبرايت، اوكي، وعرفنا ازاي نجيبه من بره زي صوره والحاجات الاشكال الجاهزه. نفس الموضوع بالظبط بينطبق على الباك دروبس. من هنا احنا كنا بنجيب او بنحمل او بنرسم السبرايت اللي جنبها دي، اللي هو الجنب بتاع الستيج كده، فيه اللي هو الباك دروبس كده، في زرار تحت كده مدور، لو جيت وقفت عليه يفتح لي برضو شورت منيو او قائمه صغيره فيها نفس الادوات الموجوده هنا. حتى انا لما قلت لكم هنا، لو جينا رسمنا هنا او جينا رسمنا هنا، هما الاثنين واحد، نفس الابلكيشن او نفس الجزء بتاع الرسم، نفس الادوات. طب خلينا نقف عليها كده ونشوف ايه اول اختيار، طبعا اللي هو تشوز باك دروب. نفسه هو برضو تشوز باك دروب، الاثنين دول زي بعض، نفس الاختيار. لو جينا دوسنا عليه كده هيفتح لنا برضو ويندو فيها شويه باك دروبس كده موجودين. نقدر طبعا ان احنا نسيرش على حاجه فيهم من هنا، او نقدر ان احنا نعمل فلتر بان احنا ندوس مثلا على اي حاجات اللي هي الفانتزي ميوزك، سبورتس، جاب لنا ملاعب مثلا كده، اوت دور واندورز، سبيس واندر ووتر وباترنز. الحاجات دي كلها ممكن عادي احنا نستخدمها في التصميم بتاعنا، بس هيكون بقى المره دي مش سبرايت، ده هتكون باك دروب. باك دروب يعني زي باك جراوند، خلفيه للمنظر بتاعنا. خلينا نختار حاجه مثلا وليكن من الاندور، زي ما شايفين كده، ايه، اوض نوم وفي تياتر، ده مسرح، وده برضو مسرح كونسرت، بس ده مسرح بتاع مزيكا يعني، ما علينا، وات ايفر. ممكن نختار التياتر، ايه رايكم مثلا نختار ده؟ اوكي. اول ما بندوس عليه على طول بيتطبق عندي فين؟ في المشهد بتاعي. خلينا بقى نشيل اللوجو من هنا، مش عايزينه، وده برضو مش عايزينه. اوكي، والباسكت بول دي مش عايزينها. ده هنا عندي كاركتر اقدر ان انا ايه اغيره بقى، العب فيه مثلا، هرجعه تاني ايه 100 الكاركتر ده، على اساس ان هو في المشهد معايا في المسرح. احنا كده قلبنا التصميم بتاعنا بقى شكله مختلف دلوقتي، ده مسرح موسيقي، وفي القط ده المفروض ان هو هيطلع يغني يعني. طبعا عشان مش منطقي ان القط ده يطلع يغني، فاحنا هنمسح القط ده، مش عايزينه. اوكي. وهنروح بقى من هنا نختار الناس اللي هم بيغنوا ميوزك اهي، دي مثلا مطربه اهي، حطيناها على المسرح، والمفروض ان احنا هندي لها ايه شويه حركات كده. احنا اتعلمنا ان السبرايت احنا ممكن نضيف كذا سبرايت في المشهد. اوكي، يعني مثلا ضفنا هنا مطربه، عايزين نضيف مثلا حد تاني. اوكي، برضو شخص عادي هو واقف على جنب، او ابي دي واقفه كده على جنب بتشجعها ولا اي حاجه، بس هي اطول منها شويه، مش مشكله. اوكي. احنا عندنا هنا سبرايتس، ممكن اضيف كذا سبرايت. طب بالنسبه للباك دروب، الباك دروب ده هل اقدر اضيف اكتر من مشهد؟ اه طبعا عادي، مش في المسرح العادي ساعات بيغيروا الديكور ورا، بيغيروا، يقفلوا الستاره يغيروا الديكور وبعدين يبقى في ديكور تاني. الخلفيه بقى دي انا ممكن اغيرها عادي، وطبعا تغييرها ده بيكون عن طريق كود، عن طريق برمجه. بس احنا خلينا في الاول نفهم الكونسبت بتاع ان احنا نقدر نحط كذا باك دروب في نفس البروجكت بتاعي. اوكي. طيب هضيف تاني اهو، هضيف باك دروب بالشكل ده، اندور اهو، مثلا تياتر من ده. طب انت هتقول لي بقى هنا هو ليه ما ظهرش؟ لا، احنا هنا في الستيج، الستيج ده لازم يكون ايه، لازم يكون محدد شكل واحد بالشكل ده. طب انا عشان اخش بقى الخلفيات اللي انا اخترتها، وانا مكتب المكان بتاع الستيج كده، هقوم رايح على ايه، باك دروبس. هلاقي بص دول الايه الاثنين باك دروب اللي انا اخترتهم، اقدر اسويتش ما بينهم عادي، اقدر ان انا اختار ما بينهم عادي. وبرده في الكودينج اقدر ان انا اغير براحتي. يعني خلصت مشهد هنا، عايز اخش على المشهد اللي بعده عادي، انا اقول له مثلا قوم مغير كده، وبالمره كمان غير الشخصيات عادي خالص. في ايه تاني هنا من الاوبشنز اللي انا ممكن استفيد بيها في الباك دروبس؟ ممكن اعمل بينت اهو، جاب لي بقى ورقه فاضيه، ونفس الاوبشنز اللي انا كنت بعملها فين؟ في السبرايتس نفسها بالظبط، اللي ان انا الون حاجه، ارسم مربع، ارسم دايره، اغير الالوان، اعمل ستروك، اوتلاين اهو، اللي هو الستروك ده والاوتلاين، ممكن اعمل اوتلاين معين وارسم الدايره عادي. تمام. وبرده الباك وورد والفورورد والقصص بتاعتنا دي اللي احنا عارفينها عملناها قبل كده. الكلام اللي انا رسمته هنا ده بقى، الصوره بتاعته ما طلعتش في السبرايت، مش زي ما رسمت في الاول. ليه؟ لان انا هنا برسم في حاجه اسمها ايه، باك دروبس.
غير لما برسم هنا في السبرايت. هنا بقول له اعمل لي سبرايت، اعمل لي شخصيه، فهرسم الشخصيه بتاعتي. ادي دايره اهو، وادي بقى ايه الرجل بتاعته مثلا، وادي الايد بتاعته اهو، شخصيه عاديه خالص. اوكي، ده ايه؟ ده سبرايت اهو، ارسم له عين، وعين هنا كمان، هنا بق. خلاص اهو سبرايت اتسيف هنا باسم سبرايت 1، اللي انا برضو اقدر اغير اسمه من هنا عادي خالص. بس الفكره انا لما جيت رسمت هنا في السبرايت اهو، رسم لي كاستشن، لكن لما باجي برسم في الباك دروب برسم ايه؟ حاجه اسمها باك دروب. عرفت الفرق ما بين الاثنين؟ السبرايت اقدر ان انا احركه طبعا عادي، واقدر ان انا اعمل عليه نفس التغيرات بتاعه السبرايت الصغير العادي اهو، واقدر اديله حركه، امشي هنا يمين شمال. اوكي، اما الباك جراوند فليها شويه حاجات مخصوصه بيها بقى، حاجه ثانيه خالص، ما يعتبرش كائن بيتحرك معايا في المشهد. حد كده تمام؟ ايه تاني ممكن اعمله من الاوبشنز؟ نفس الاوبشنز بتاعت السبرايت موجوده برضو، ان انا بعمل ايه؟ سربرايز اهو، بيديني بقى بشكل عشوائي اهو، سربرايز اهو، بيديني خلفيات بشكل عشوائي. جميل. طيب الخلفيات اللي انا اخترتها بقى بشكل عشوائي دي، لو جيت دوست على ستيج كده هلاقيها كلها موجوده فين؟ في الجنب الشمال ده، كل الحاجات اللي هو حتى اختارها لي. طيب عشان امسح اعمل ايه؟ عادي خالص، ما عندكش مشكله، تقف على الشكل كده وتمسح. لا مش عايزه، هو اختاره لي بالغلط، هو مش عايزه. انا عايز بس الاشكال اللي انا عملتها، اللي هو التياتر والباك دروب 1 ده، اللي هو اللي انا رسمته، اللي انا اقدر برضو اغير اسمه من هنا، زي ما السبرايت انا بغير اسمه من هنا، ده انا بغير اسمه من هنا، اللي هو الباك دروب بغير اسمه من هنا. ولكن هقول مثلا نيو باك دروب. السبرايت نفس الكلام بغيره من هنا، هقول له نيو مين. كويس كده، انا فهمتك الفكره ما بين السبرايت وما بين الباك دروب. لازم تكون فاهم الفكره ما بينهم، الباك دروب ده ايه وظايفه، والسبرايت دي ايه وظايفه، وكمان اقدر اتحكم ازاي في الباك دروب، وازاي اقدر اتحكم في السبرايت. واكيد طبعا عرفنا انه من الستيج بقدر اعدل الحاجات اللي انا عايزها هنا وارسمها تاني خلاص، تبقى خلفيه بشكل ثابت. يعني اخر حاجه بقى موجوده في الاوبشنز بتاعت الباك دروب، ان انا اقدر اجيب باك دروب من بره، ابلود عادي خالص، بروح على ابلود باك دروب من هنا كده، نفس القصه اللي كنت بعملها في السبرايت بالظبط. انا دي منزلها من على الانترنت، او مدايس عليها دبل كليك بالشكل ده، نزلت كانها ايه؟ باك دروب، وتطبق عليها نفس خصائص الباك دروب. في عندي بقى جزئيه زياده شويه، انا لما بنزل صوره من بره فبتجيلي بالشكل ده، انا ممكن ادوس على زرار اسمه كونفرت تو فيكتور. هدوس على كونفرت تو فيكتور بالشكل ده، وهنا اقدر ان انا اختار السلكتور. اوكي، بص ايه اللي حصل؟ السلكتور عمل لي الزوايا بتاعته، اقدر اكبر شويه فيها كده، انا كبرتها شويه وعملت زومنج مثلا على حته معينه. واكيد برضو اقدر اعمل برضو بقيه التعديلات اللي هي زي ما انت شايف كده، بتاعت اضيف دايره، مربع، اعمل نص، براحتي خالص على الاخر. وبكده تكون فهمت الباك دروبس والفرق ما بين الباك دروبس والسبرايتس. حاجه اخيره، احنا على الستيج هنا بنلاقي الزرار ده، الزرار ده فيه نفس الاوبشنز. لو جيت انت بقى اخترت حاجه مثلا من هنا، او جيت فتحت الباك دروبس بالشكل ده، فهيطلع لك هنا في زرار نفس الزرار ده، هو ده نفس المنيو دي، هي المنيو دي، عشان بس ايه ما تتلخبطش. لحد كده تمام. ان شاء الله الدرس الجاي هناخد الساوندز، الاصوات دي. برضو الاصوات دي حاجه مهمه برضو، قبل ما نبدا في الكودينج وقبل ما نبدا في الحاجات دي كلها لازم نتعرف على الاصوات، ازاي برضو بنجيبها من بره وازاي بنختارها والكلام ده. اشوفكم على خير الدرس الجاي. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.